هما ما يكذبوش على الناس. اي صافي 5 دقائق قلت لي راه يمشي، هو ماهوش يمشي. تقول لي جاو الدراهم مال 12 راهي 3:30. هي بعض الكوارث التي وقفت عليها وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال في زيارة مباغتة أمس لبعض المراكز البريدية لمنطقة براقي بالجزائر العاصمة. واقع عنوانه الأبرز غياب المسؤولين عن العمل وعطل في الموزعات المالية وغياب للنظافة والأمن. كنت حندير ان ريكلاماسيون دي رابور من عند الغاش شاك فوا شوف فمبلوكيا. خاصك 3 سوايع باش تمشيه. على درب زميلها في الحكومة عبد الملك بوضياف وزير الصحة، زيارة الوزيرة الشابة تكشف المسطورة بمركز الطرود البريدية أمام كاميرات التلفزيون، والصور أبلغ من أي كلام. كيفاش؟ وما تريكلاميوش؟ اسكو شنو هذا؟ وندير لونغار تاع الحيوانات حاشا راه بلي بروبر كو سا. شحال من عام ما سيقتوش هناك؟ وساك يتقلب كاريمون يتقلب. واش ما تقلبوش؟ لي ساك هذوك يروحوا بيرتو يتقلبوا تطبقوه. سي صا. عندك تقلب عندك ماشي دير. لا احنا ما خلوش سي بون. مواجهة بحضور الوزيرة بين مواطنين ومسؤولين تؤشر على أن التقارير التي تصل عادة للوزير تقارير مغلوطة. زيدوا لا لي زافير نوتر نيفو مدام او نيفو دو الويبا. الصراحة ولا يمكن هو ما حبناش، هو قال نخدموا برا ما تدخل حتى واحد يدخل داخل. هو اللي يخرج برا دوك. واللي قاب هذوك كاع جامي مشاو اللي قاب هذوك. تقاليد أحياها بعض وزراء سلال بزيارات فجائية في محاولات لتطهير قطاعاتهم. ففي خرجة تفقدية واحدة وزيرة البريد تطيح ب3 من موظفيها. فهل ستثمر هذه السياسة ويعتبر المتسيبون أم أن الإهمال والتسيب استشرى في مؤسساتنا وبات داء لا دواء له؟